النهارده 12 رمضان، وحرفيا دي احلى حاجه حصلت لي في حياتي، هو اني دي اول مره اختم القران الكريم. يعني 12 يوم، من 10 ل 12 يوم اخدتهم عشان اختم القران الكريم، ودي اول مره في حياتي. الفكره ان كان كل سنه فعلا بحاول وبعمل مجهود كبير، وكنت ممكن اقرا جزئين او 3 في اليوم عشان بس اختم مره واحده اخر رمضان. بس السنه دي كنت جربت طريقه تانية مختلفه وحبيت ان انا اشاركها معاكم. بصوا، ما كنتش بعد بالاجزاء. كانت مشكلتي ان انا كنت دايما بقعد اشوف بقى الجزء دلوقتي وافر كده المصحف واحاول اشوف انا بقيلي كام صفحه. لا، السنه دي كانت اول مره ان انا ما اجربش موضوع ان انا اشوف بقيلي كام صفحه دي، واقرا بالصوره واحاول افهم قصه الصوره دي. وعشان احاول افهم قصه الصوره فجبت قبل رمضان، اشتريت الكتاب ده، وده من احلى الكتب اللي ممكن فعلا تقرأوها. هو هيبان عندكم بالمقلوب، هو اسمه قص القرآن بالعامية. ودي اكتر حاجة حبتني في الكتاب، ان هو كأنه بيكلمني انا اللغة بتاعتنا، فاهمين؟ مش كلنا طبعا للأسف شاطرين باللغة الفصحى، فكان بيبقى صعب عليا قوي افهم معاني القرآن وكده باللغة الفصحى. فده بجد بيفهمك المعاني كده بطريقة سلسة وبسيطة وحلوة جدا. وفي كل صورة كده بتلاقيها متلخصة في 3-4 صفحات بتفهمك القصة. فاول ما تقرا القصه كده بتحس ان انت داخل جوه المعاني بتاعت الايات، فما تحسش خالص ولا الشيطان يسيطر عليك وتحس ان انت بقى ملان وان انت عايز تخلص بسرعه. لا، طب كفايه قراءه كده، طب هقرا كمان شويه. لا، وبعد ما تخلص كل سوره وتخلص قصتها بتبقى متشوق تعرف القصه اللي بعديها، فاهمين؟ وكنت تقريبا باخد كل يوم ساعه وانا رايحه للشغل. المواصلات كانت بتاخد ساعه، فحاول استغل الساعه بتاعت رايح والساعه بتاعت جاي دي. واكتر حاجه فعلا خلتني اعمل كده هو اني سمعت شيخ بالصدفه بيقول ان ختمك للقران الكريم كله بيستغرق بس من 6 ل 8 ساعات، تخيلوا. ف يعني وقتنا بس بتاع الشهر كله لو استقطعنا منه من 6-8 ساعات نقرأ فيهم القرآن، ايه يعني بجد ولا اي حاجة. خصوصا الفرحة اللي بتجيلك بعد ما انت بتتم ختم القرآن الكريم. ربنا يا رب يكتبه لينا كلنا واستمر على كده. دعواتكم بقى ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.